الله حيه. يبجيك. نبانا اقصص ما اعطيتنا شيء الا. لا حولين الموجة عليك. الله سبحانه تملك. نعم. الموجة مغيرينها عليك. طيب والرجال ابو محمد ما تعطينا؟ الحمد لله لما فينا. والقابله عنده. هذا طول اعماركم واحد يقولون من اهل سوريا. الرجال من اهل سوريا. أيوه. يوم من الناس من يتنقلوا على رجليهم على. اخذ الرجال طال عمرك مزوته وخسيفه ومشى. هو يروح طال عمرك لين دخل فلسطين ويدخل على مدينه اسمها مدينه الرمله. في فلسطين. يوم جاء المدينه ذا وقت الليل. قال انا ماني بداخل على العرب في الليل. قال ماني بداخل على المدينه في الليل بمرح. واللي اصبحت دخلت عليه هو يدور شغل. المهم هو يجي جنب المقبره جنب سور المقبره وهو ينسدح. يوم انها يقول في ليله قمره تشوف كل شيء فيها. يقول يوم انها جاء نص الليل يقول ما جاني النوم. يقول جنب مقبره وفي ليل ولو ودي ادخل المدينه على الناس. يقول للصوت اللي دخل المقبره او حولي. يقول قلت هذا الحراميه جوني واكيد انهم واجب لاني بقادرهم. يقول وانا اخفي مكان. يقول لزمت محلي ما تحركت وسيفي عندي. يقول قلت كان واحد اثنين بقدرهم لكن كانوا واجد ما اقدرهم. يقول هم الحاجه اللي القرقع اللي في المقبره اللي يقول ارفع راسي. يقول يوم رفعت راسي للحيوان اللي شعوره تدلدل اللي شكله غريب جالس يحفر في ذاك القبر. يقول يبي يظهر على الميت. يقول وانا اسحب سيفي وانا اتوجه له. يقول يوم اني قربت قريب. يقول هو يوم قام ووقف على رجليه كان هادمي. يقول هو ينطحني. يقول هو يمد يده علي. يقول تقول يد حيوان. يقول وانا اطقها بالسيف. يقول لا يده يوم انقطعت. يقول هو ينحاش منه صاح. يقول صاح صيحة. يقول هو ينحاش. يقول وراه. يقول اشوفه بس بالنظر اشوفه. يقول لين دخل ذاك البيت. يقول عرفت انه دخل ذا البيت. يقول دخل البيت قفل الباب وراه. يقول وانا اعود المتساني. يقول وانا اروح المكان اللي قطعت يد فيه. يقول وانا ادوره اليد. يقول يوم جيت لاني على ذاك الحديده اللي مفصل على قدر اليد. يقول يا الله اني فككتها طلع. يقول يوم طلعتها ليد ذاك المره البيضة اللي ما تبله هي. يقول يدها حتى مليانه. يقول كلها ذهب. يقول وانا اطلع الذهب حقها واخذ اليد. يقول وانا اعود مكان. يقول يوم انه جاء صلاه الفجر. يقول وانا اتوجه المسجد اللي قريب من بيته. يقول وانا ادخل المسجد وانا اصلي الفجر معهم. يقول يوم بدوا الناس يطلعون. يقول وانا امسك ذاك الرجال قلت البيت ذا حق من؟ قال هذا بيت قاضي المدينه. وهو قال هذا بيت قاضي المدينه وعانه الامام حقنا. يقول وانا اعود في المسجد. يقول وانا اجلس وانتظر. يقول طلعوا الناس بقى هو الحاله. يقول يا انه خلاص. يقول انا اجي عنده وانا اكلمه. يقول هو يفكر ان مسألتي انها عاديه. يقول لا والله في احيانا يدخل على الناس. يقول طب ياكل حالك. يقول احنا نروح لعالي. يقول انا اعلمه بالسالفه. وانا يقول وريتها اليد المقطوعه. يقول يوم مرت اياها قال ما عرفتها. يقول له انا اوريها الخواتم. قال هذه خواتم بنتي. يقول امشي خليك وراي. يقول وانا اجي وراه. يقول لما قبلنا على البيت وهو ينادي يا مره جاكم رجال. يقول قال تخطوا. يقول دخلني ذاك الغرفه يجلسني. المهم انه دخل عند مرته سالها قال وين فلانه؟ قامت امها حاولت ان تغطي. قال وين هي؟ قالت فلانه صار عليها كذا وصار عليها كذا والله انها تابت. قال جيبي هذه. ويبي يشوف يدها. المهم هو يجيبها. قال وش السالفه؟ يقول مد امها. قالت البارح البنت نص الليل ما عينت اللي توقظني من النوم. قالت هي ما ادركيني فاني قد هلكت. تقول عينت لها يدها مقطوعه. تقول لا اقدر اروح اقول لك ولا ادري ايش اسوي فيها. تقول قالت اغلي لي زيت ودخل يدي فيه. البنت قويه ذي. تقول واروح اغلي زيت وادخل يدها فيه وعانيتها ودحين تابت. البنت كانت المهم قامت تعلم ابوها. قالت انا عندي حب اني اطلع الميت اذا قبروها الناس. وفصلت لي جلد غنم مدري تلبسه وتمشي زي. وفصلت لها ايدين واللي مساعدها فيه الخادمه حقتهم. وتروح للمقبره لا شافت الواحد قبر راحت له في الليل ومشت القبر طلعت اكفان. تقول عندها فوق 40 كفن ما ادري اكثر.
قال امشي. المهم غطاها وكل شيء وجابها عنده. قال هل لك في الغناء؟ قال ايه تبى تغتني؟ قال من هو يكره الغناء؟ يقول هو جاي عشان يشتغل. قال ازوجك البنت هذه، فانها قد تابت والله اني ما اخبر عليها شيء ولا في شرفها شيء الا حبها للمقبره ونبشها للقبور. هو شبابه. قال وانا قبلتها. يقول وانا اتزوجها. يقول وانا ادخل على ذاك المرة اللي جمال. يقول كل ما اشوف يدها اتاسف اني انا قطعت يدها، واحاول اعتذر منها ولا اطفها بالكلام. يقولوا 3 شهور وانا على ذا الوضع معها. يقول يوم جاء ذاك اليوم وانا راقد، يقول ما دريت الا اللي برك على صدري. يقول اجيب اتحرك لما عاد يمديني الا حاط هنا رجل هذه هنا ورجل هذه هنا على يديه. يقول عاين فيها لا والله نهي. يقول لا في يدها سكين. يقول قلت لا تذبحيني. يقول هي خلاص تذبحني. يقول قلت لا تذبحيني. انا يقول يوم شفت السكين قلت معاهدك بالله اني لا اطلق بس لا تذبحيني. يقول وهي تسكت شوي قالت اسمع اطلقني ولا ما اطلق؟ قلت اطلقت. يقول وهي تراجع عني قالت اسمع. يقول هو تروح للمطبخ. يقول معين تجايتني. يقول تغني وكان ما فيها شيء. يقول قلت عندك ما عاد انت بزوجتي لي. قالت اصلا لو انك ما قلت الكلام قبيل مني عندك وعرفت انك صادق ذبحتك. هي داري معاه جنون. ايه. يقول قالت اسمع ابوي لا يقابلك، اكتب لابويا انك طلقتني وانك ما عاد ترغب في المدينه. يقول وانا اطلقها وانا انحاشم المدينه كلها. هذه قصة ما ادري، هذه قصتها وسلامتكم.